السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين ايه؟ وحشتوني يا رب، كلكم تكونوا بخير وسعداء ومبسوطين وفي أحسن حال، اللهم أمين يا رب العالمين. النهاردة الروتين بتاعي متنوع كده، روتين مشتريات على غدا على روتين، يعني بصوا فيديو فاخر من الآخر. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. وحابه ارحب في بدايه الفيديو كده بالناس الجديده، كل اللي دخلوا معايا ونوروني. وجودكم في قناتي ده شرف كبير ليا، واللي لسه مشتركش في القناه يفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل حاجه مني جديده بنزلها. طبعا النهارده بقى نزلت السوق كده، جبت شويه مشتريات، يعني ما جبتش حاجات كتير قوي لان الحمد لله كان البيت مليان. ومن تلاحظوا كمان ان انا بقاله كتير قوي ما نزلتش معاكم فيديوهات لان المشاهدات مش عارفه في ايه، فقول بقى تحطوا اللايك. انتوا في ناس كتير بتتفرج على الفيديوهات بس ما بتحطش اللايك. اتمنى بقى انك تحطوا لي لايك، عشان اللايك دوت اللي بيخلي محتوى القناه بتاعي يكبر والفيديو بتاعي يوصل لاعلى ناس ممكنه و... والناس تشوفني وتحبني يعني وتتعرف على قناتي. لو انتوا حابين دوت وحابين تساعدوني وتقفوا جنبي، يا ريت بقى تحطوا لي اللايك. مش حابين اتمنى منكم دعوه حلوه، كمان هتستخسروا الدعوه الحلوه، ده جبر الخواطر يعني، مش طالبه منكم المستحيل. المهم هنا بقى ايه، نزلت السوق كده، جبت بقى رز وجبت جبنه، جبت شويه حاجات كده، جبنات وبسطرمه وطماطم، الحاجات شويه الحاجات اللي انتوا شايفينها. طبعا كيس السكر انتوا عارفين وصل عندنا هنا في اسكندريه بقى، وصل ب50 وفي ناس بتبيعه ب52، والناس بقت استغلاليه لدرجه رهيبه. ولسه جايلي واحده صاحبتي بتقولي، بعتالي كده خبر كده ما يعلم بيه الا ربنا، لقيتها بتقولي كيلو الدقيق عامل 40 جنيه. يعني لك ان تتخيلوا الاسعار بقت عامله ازاي. والله العظيم ربنا يكون في عون كل اب وكل ام فاتحين بيت، ربنا يكون في عوننا جميعا يا رب، ويكون في عون الناس اللي عندها اطفال وعندها اولاد، لان فعلا الحاجه بقت غاليه جدا، والناس كل واحد بيبيع بالاسعار بمزاجه، وكل واحد بيبيع على هواه، ومفيش رقابه زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. فهنعمل ايه؟ بنضطر ان احنا نشتري وبنضطر نجيب. بس طبعا الناس الغلابه يا عيني هتجيب منين وتعمل منين؟ كل واحد بيمشي على قده وبيمشي على قد امكانياته. فطبعا انا دلوقتي ما بنزلش اجيب بالحاجه بالكتير، يعني بجيب اللي ناقص بيتي بس مش اكتر. وانتي كمان اللي ناقص بيتك قبل ما تنزلي السوق كده يعني اكتبي ورقه، شوفي ايه اللي ناقص وايه اللي محتاجاه، والحاجات الأساسية اللي بتبقى موجودة في بيتك بس فقط لا غير. والحاجة التانية أمرها سهل، اللي تعرفي تتجنبيه وتتخلصي منه وتستغني عنه أوكي مفيش مشكلة. وعلى قد ما تقدري بقى مشي بيتك زي ما انت عايزة، يعني يوم حلو ويوم وحش ويوم مر ويوم كده، يعني مشي دنيتك، هتلاقي الدنيا مشت معاكي وهتلاقي ربنا مبارك بالحاجة. وأهم حاجة الرضا والقناعة وتحمدي ربنا، وده اللي أنا كنت قايلاه في الأول خالص. اهم حاجة الرضا والقناعة وتكوني مقتنعة. انا ممكن ابقى عندي مال الدنيا كله وعندي اكل الدنيا كله وعندي حاجة الدنيا كله، بس ما عنديش الستر والصحة. فدايما لازم نحمد ربنا على العيشه واللي احنا عايشينها. طبعا هنا جبت بقى الحاجات العلب دي، أنا الحمد لله كنت جايبه كيلو بس. طبعا بالنسبه للاسعار اللي انا بسمعها اليومين دول لازم انزل اخزن لي زي ما بخزن سكر كده، لازم اخزن بقى دقيق وكده، لان كمان داخل علينا رمضان فمحتاجين دقيق كتير ومحتاجين سكر كتير. فمش عارفين والله العظيم رايحه بينا فين البلد بنت اللذينه دي. بس برضو بقول الحمد لله، احنا احسن من غيرنا بكتير. في ناس مش لاقيه اللقمه تاكلها، في ناس مش لاقيه الغطا، فالحمد لله الحمد لله الف حمد وشكر ليك يا رب. انا نعمه الستر والصحه والاربع حيطان والولاد وباباهم وكل حاجه حلوه يعني. الحمد لله الف حمد وشكر ليك يا رب. طالما الواحد لسه بيتنفس ولسه فيه نفس طالع كده وداخل ولسه بيخدم بيته وبيخدم ولاده ولسه في الدنيا بخير، فالحمد لله الف حمد وشكر ليك يا رب. طبعا هنا فضيت الدقيق، وهنا كنت جايبه البيض انا مش عارفه البيضه بقت ب5 جنيه. كنت جايبه زيتون وبسطرمه عشان اعمل لهم حاجات الجلاش وكده، وكنت بقى جايبه شويه منظفات. طبعا المنظفات بقت غاليه جدا جدا جدا، والواحد عامل مقاطعه. فانا دلوقتي بلجأ ليه اللي هو بتاع المنظفات، بشوف حد بتاع منظفات كويس جدا فبجيب منه بقى برسيل جل، بجيب منه الكلوريكس السايب. طبعا ده مش دايما بعمل كده، بس انا بجيب مره عشان ما نبقوش نكدب على بعض يعني. انا بجيب مره المنتجات بتاعتي الاصليه، وباقي الشهر لو احتجت تاني بجيب منظفات، لان انا عشان اجيب الحاجه دي كل شهر طبعا مكلفه جدا وغاليه جدا. انا بخش عند بتاع المنظفات والله ساعات 600 و800 جنيه. جيركن البرسيل الجل وصل 300 جنيه و320 جنيه. وطبعا احنا 5 تنفار، فالهدوم بتتغسل كتير والشتا قلع
كتير فبغسل كتير. انا ساعات بيبقى الغساله بقوم الصبح كده من صباحيه ربنا المساها بغسل الغساله شغاله بقى مع دفايات مع ملايات مع حاجات كتير. فانا اللي تقدري توفريه وفريه، مش عيب ولا حرام. بصوا هنا كنت جايبه الزيت برضو الآلية ده، كنت جايباها ب 125 جنيه، حلوه قوي. بصوا كان هنا الفطيره كنت مطلعاها برضو، دي من ضمن المشتريات، كنت جايبه فطيره كده عشان ايه تصبروا بيها على ما اعمل، كنت هعمل مكرونه بشاميل. فهنا بقى ايه كنت جبت بقى بصله معايا، طبعا انا بعمل البشاميل مشهوره بالبشاميل تحفه تحفه تحفه. فجبت بصله كبيره كده، بالنسبه بقى كلنا ستات شطورات كده، انا حبيت اشارك معاكم النهارده المكرونه بشاميل عشان في بنات كتير. انا واحده من الناس ما كنتش بعرف اعملها، بس بقيت بصوا خبره، بقيت بعمل المكرونه بشاميل كده تحفه تحفه تحفه. جبت بصلايه كبيره كده ورحت حاطه بقى عليها حته زبده فلاحي، دي الزبده اللي هي السايحه اللي انا كنت مسيحاها معاكم. رحت حاطه بقى معلقه زبده كده، ورحت حاطه بقى البصله على نار. وانا بحب اعمل البشاميل في البيت، البنات اللي هم ما بيعرفوش يعملوا البشاميل في كيس ده بيتباع سايب عند العطار، بس انا ما بحبش ان انا اجيبه. انا بحب اعمل البشاميل كده في البيت، يعني انا بجيب معلقتين دقيق على معلقه سمنه كده وبحطه بقى، وبحط لبن، حطي لبن زي ما انت عايزاها بقى جوسي كده بتخففي اللبن، عايزاها تقيله بتقلي البشاميل، يعني بتقلي البشاميل معاكي، بتزودي دقيق. شوفي بقى طبعا انت عينك فيكي وبتقدري بقى تعايري كده وتقدري تعملي. انا هنا حطيت معلقه زبده كبيره وحطيت معلقتين دقيق، بصوا اللهم بارك، يعني هيعملوا معايا كميه لان انا كنت حابه ان انا اعملها جوسي كده. واحط بقى كيلو لبن، حطي 2 كيلو لبن. انا بحط كيس المكرونه دوت اللي هو ال 500 جرام، بحط عليه كيلو لبن. عايزه تحطي الكيس الكيلو، حطي كيلو لبن، شوفي انت عايزه ايه. وبزودها النشا بتاع المكرونه ده بيمسك، خلي المكرونه تتمسك مع بعض كده وبيبقى حلوه. التركيه دي حلوه جدا جدا جدا، جربيها ان انت تحطي النشا. انا ما برميش النشا بتاع المكرونه، باخد منه وبروح ضربه بالخلاط. لو النشا بتاعك او البشاميل بتاعك عجب منك اضربيه في الخلاط مع حبه نشا اللي هو الميه اللي هي بتاعه المكرونه، بتبقى حلوه قوي 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 وبتديها تركيه جميله جدا جدا. اهم حاجه ان انت تفضلي تقلبي كده في الدقيق بتاعك عشان ما يتحرقش منك. وانا بحب اجي اعمل الدقيق، بعمل الدقيق بتاعي في اللي هو التيفال ديت او السيراميك عشان ما يلزقش معايا في الالومنيا، ويبقى معايا طالع كده ايه لونه ذهبي. يا دوبك تستني لغايه اما اللون بتاعه يبقى ذهبي وبتنزلي عليه بقى بكيلو اللبن، كيلو ونص لبن. شوفي انت قد ايه عايزه تعملي البشاميل بتاعك. وهنا كان البصله كمان احمرت، نزلت بقى ايه بنص كيلو لحمه مفرومه هشوحها كده واعصجها على النار، واحط بقى التوابل بتاعتي. ايه هي التوابل؟ بصي انت عندك توابل حطي، انا بحب احط كل حاجه من توابل، بس الحاجه الوحيده اللي ما بحبهاش الحبهان واللي هو المستكه ديت، بيحس ان هي بتدي مراره للاكل. انا بجيب شويه ملح وفلفل، عايزه تحطي بقى على اللحمه بحطي بهارات لحمه اوكي مفيش مشكله، 7 بهارات مفيش مشكله. مرقه دجاج حطي على اللحمه، كل ما تحطي التتبيله وكل ما تحطي البهارات وتتبيلي اللحمه بتطلع طعمها تحفه تحفه تحفه. طبعا في بصوا انا كده هنا جبت المرقه بتاعتي وهحط بقى ملح وفلفل وبهارات لحمه وهقلبها كده واسيبها لحد ما تتعصج، وورقه كمان مرقه كمان على البشاميل بتاعي، واحط شويه الملح. وفي فلفل ابيض بيتباع بس انا عمري ما جبت الفلفل الابيض، في ناس ما بتحبش البشاميل اللي معاها يسود وما بتحبش ما بتحبش تحط مع فلفل اسود. ممكن تجيبي فلفل ابيض من اللي هم فتح الله او كارفور او الحتت دي. فانتي حابه اللي انت حابه ان انت تحطيه حطيه، بس بلاش تتفزلكي وبلاش تفبركي وبلاش تألفي، عشان ساعتها يعني عايزه اقول لك مثلا لو انت عندك عزومه او جوزك مسافر وراجع من السفر، اياكي ثم اياكي ان انت تحبي بقى ان انت تعملي له اكله غريبه كده وتقعدي تفتكسي قدام الحلل وتقعدي تفتكسي في الطبخات وتعملي له اكلات غريبه. لا يا ولدي، الناس بتبقى جايه معزومه عايزه تيجي تلاقي اكل كده 100 فل و14 وتاكل طبعا اكل حلو. ولو جوزك مسافر وجاي من السفر بلاش تعملي له برده الاكلات ديت، عشان بيبقى جاي راسم بقى على اكل انت تحطي بقى اي حاجه في اي حاجه، يعني اي حاجه البهارات دي بتغير طعم الاكل وبتدي الاكل يعني في حته تانية خالص. فبلاش تفتكسي، يعني انت عايزه تفتكسي افتكسي لنفسك، لكن بلاش يكون جاي لك ضيف او جوزك راجع من سفر او عندك حد وتقعدي تفتكسي. فاللي انت تعرفيه احسن من اللي ما تعرفوش. هنا البشاميل لا كلكع مني ولا عمل اي حاجه، وطبعا زي ما انتم شايفين البشاميل بتاعي بقى حلو قوي، مش محتاج ان هو يتقل ولا يخفف ولا ان هو اضربه بالخلاط، هو ايدي فيه على طول بقلبه. بصوا يعني مش بيحتاج ان هو يتكتل ولا يتضرب في خلاط ولا اي حاجه.
وهنا العصاك بتاعي كنت خلاص اللحمه كمان قربت تخش في السوا، وافضل جنبها كده. هو البشاميل اللي بياخد وقت طويل وعايز وقفه مطبخ طويله، بس بالاخر بتاكلي كده وتشبعي وتحسي طبعا بوقفتك ان تعبك ما راحش على الارض. فلازم على قد ما تقدري تطلعي حاجه كويسه عشان يتظبط معاكي البشاميل بتاعك وتوصلي لاعلى طعم ممكن، وتبقي فخوره بنفسك كده. وزي ما قلت لكم كلنا ستات شطورات وبنعرفوا نعملوا كل حاجه. طبعا انت عشان تجيبي طبق مكرونه زي دوت كده من اي مطعم او من اي مطعم السوري ده او من اي حته، دلوقتي الحاجه غاليه، وولاد طبعا عشان تجيبي العيله او اسره الحاجة غالية دلوقتي وتكلفة عليكي. فانت بأقل الامكانيات هتعملي وهتبدعي، وهتلاقي طبعا اللحمة تحطي على قد ما انت عايزة لحمة، تحطي زي ما انت عايزة مكرونة، تحطي زي ما انت عايزه. وطبعا في ميه السليق بتاعه المكرونه انا ما بحطش زيت، عشان في ناس بتحط في ميه سليق المكرونه زيت. عايزه اقول لك لو انت حطيتي زيت في ميه المكرونه انا بكتفي بشويه الملح بس في ميه السليق. لو حطيتي زيت في ميه المكرونه بيدي معاكي، بيخلي لو انت عاملاها بالصلصه الصلصه ما بتلزقش فيها. لو انت عاملاها بالبشاميل بتخلي البشاميل بتبقى زي ماده عازله كده بين البشاميل وبين الصلصه بتاعتك، فما تحطيش زيت على المكرونه وهي بتتسلق. واما بالنسبه لمكرونه البشاميل بالزيت بخليها مستويه على الاخر جدا جدا جدا، وما بغسلهاش، بخليها بالنشويات بتاعتها، لان انا بجيب اللي هي المكرونه اللي هي الملكه او التانية دي، وبخليها كده على جنب. طبعا انا صفيت حبه وسبت فيها حبه ميه، فانا بجيب الصينيه بتاعتي اللي انا هدهن فيها بقى البشاميل وهنزل فيها البشاميل بتاعي. التركيه دي برده حلوه قوي، بتطلع البشاميل، بتودي البشاميل بتاعي في حته تانية. بجيب طبقه، بدهن طبقه في الصينيه من البشاميل بتاعي، وبروح جايبه مخلطه بقى البشاميل وبسيب حبه في الاخر. كملي معايا هتشوفيني الحبه اللي انا سبتهم دول هعمل فيهم ايه. وعايزه اقول لك ان ميه السليق بتاعت المكرونه مع البشاميل دوت بيوديها في حته تانية، جربوا وبتخليها متماسكه معاكي. بس انا في اخر الفيديو هتلاقيني بقطعها وهي سخنه، لان انا ولادي بيبقوا جايين من المدرسه وجايين من الدروس جعانين جدا، ما بيدونيش فرصه ان انا الاكل يبرد معايا. فانت لو انت عايزه تعمليها وتطلع معاكي الخرطه بخرطتها اعمليها بدري شويه واركنيها، وما تقطعيش المكرونه البشاميل غير اما تبرد معاكي خالص. هنا بقى هساوي المكرونه اللحمه بتاعتي المفرومه. بصوا العصاج بقى كان طعمها حلو جدا جدا جدا، واللحمه بقى متبله وحاطه فيها بقى التوابل بتاعتي، والمرقه الدجاج برده بتوديها في حته تانية. وبروح جايبه كيس الموزاريلا بتاعي دوت، وبروح حاطه الموزاريلا بتاعتي في نص كده في نص البشاميل بتاعي، واروح مغطياها بالنص التاني بتاع المكرونه بتاعتي. برضو بصي بتطلع المكرونه كده بتشد وبتمط كده وطعمها برضو تحفه. جربي برضو التكه بتاعت الموزاريلا. ما عندكيش موزاريلا، عايزه تحطي جبنه مبشوره، عايزه تحطي تركي، عايزه تحطي اللي هي الحمراء الشيدر، اي جبن عندك، اي ميكس جبنه خلطه على بعض وكده. لما يتفضل معاكي جبنه تركي وتلاقيها ان هي هتنشف معاكي، او جبنه شيدر وتلاقيها ان هي هتبوظ معاكي، او جبنه حمراء وهتلاقيها مثلا نشفت معاكي، ممكن تلميهم في علبه وتدخليهم الفريزر، هينفعوا معاكي حلوين قوي. تحطيهم في جبنه، تحطيهم في مكرونه جبنه تحطيهم في مكرونه، تحطيهم في عيش بالبسطرمه، بصوا تعمليهم كده في الميكرويف بيطلعوا بيودوا الاكل في حته تانية صدقوني. انا بعد ما بخلص برص كده المكرونه، بجيب بقى اللي هي بتاعه الهرس الفول دي، وبكبس المكرونه عشان لما اجي اقطعها وهي بارده بتطلع الخرطه بخرطتها. اما تضغطي ما عندكيش انت الكبسه اللي اسمها الهراسه بتاعه الفول دي، ممكن تجيبي طبق غطا حله وتنزلي عليه. بعد ما بتنزلي عليها كده وتساوي المكرونه بتاعتك وتوزعي المكرونه بتاعتك، حبه البشاميل اللي انا سبتهم على جنب بجيب فيهم بضايه عشان يديلي بقى دي. بصوا دي التركيه بتاعت البشاميل. طبعا بحط شويه فلفل عشان يضيع طعم الزفاره، بيض يعني فلفل اسود، بحط بقى شويه فلفل اسود عشان يضيع معايا الزفاره بتاعت البيض. وبنزل عليهم كمان بشويه ميكس جبن كده. انا كان عندي موزاريلا فحطيت الموزاريلا، ودي اللي هسقي بيها الوش من فوق، هيطلع معايا الوش بتاع المكرونه هتشوفوه في الاخر في حته تانية، وطعم وتحفه وريحه وشكل وكل حاجه. اعملوا المكرونه البشاميل بالطريقه دي، امشوا كده بالخطوه واحده واحده. ولو انت هتعملي مثلا صينيه صغيره يبقى نقصي المقادير بتاعتي واعملي نص الحاجه اللي انا قلت لك عليها. اعملي نص كيس مكرونه، عايزه اللحمه كتير حطي نص لحمه. انا ده تقريبا كان حوالي كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه، كان عندي ربع حب يعني النص كده اخده منه حته والباقي حته، وكان اللمه اللي انا حطيتهم قدامكم ده نص كيلو. يعني انا كيلو المكرونه حطيت عليه كيلو الا ربع. حطي يعني اللي عندك اشتغلي بيه. عايزه تحطي مثلا معاها
بسطرمه، حطي عايزه تحطي، شوفي انت عايزه تحطي ايه، الولاد بيحطوا ايه فيه. نفس الطريقه دي بعملها بالنجرسكو بالفراخ، بتبقى حلوه قوي ومشبعه، وجبه بصوا كامله متكامله فيها القويه. بصوا صينيه المكرونه بشاميل كفيله قوي، يعني في ناس بتعمل جنبها بانيه، وفي ناس بتعمل فراخ مشويه، وفي ناس بتعمل لحمه محمره، بس دي كفيله يعني. دي بصوا نشويات، وفيها بيض بروتين، وفيها بقى فراخ، وفيها لحمه لو كده، يعني بتبقى هي وجبه متكامله. مش لازم ما تقفريش، لان الدنيا مش مستاهله معاكي، باقل الامكانيات هتقدري تمشي بيتك. طبعا هنا كان في حبه بربع، قلت احطهم ارميهم، لا في حبه بربع، فرحت احطهم كده وسويت بقى، افضل اهز كده اهز كده وتلظ معايا. وطبعا خلي بالك من الملح بتاعك، لان بتحطي ملح في البشاميل، وملح في العصاج، وملح في البيض. وهنا بقى كنت مولعه الفرن بتاعي، وهدخل بقى البشاميل بتاعي في الفرن، واسيبه بقى كده على نار هاديه يا زبادي لغايه اما تستوي معايا، وتبقى الدنيا معايا بقى ايه. بصوا يا استغفر الله العظيم يا رب، بصوا المنظر عامل ازاي. على ما عملتي بس شويه المواعين، انا ما كانش عندي ما عنديش مواعين، كان يا دوبك كل المواعين دي بتاعت المكرونه بشاميل بس. على مين انا؟ بصوا انا بموت في غسيل المواعين، انا بحب المطبخ جدا. غمضوا عينكم وفتحوا عينكم، هتلاقي كل هوبا خلاص كده. بصوا غسلت المواعين والدنيا المطبخ بقى زي الفل. ما شاركتش معاكم غسيل المواعين عشان التليفون للاسف كان هيفصل شحن، فقلت الحق اشحنه قبل النور ما يقطع. انا بسمع سيره النور اقسم بالله حسبي الله ونعم الوكيل، مش هقول غير كده. انا بسمع سيره النور بجد بتعفرت. انا بسجل لكم الفيديو ده تقريبا والنور قاطع، وولادي طبعا راجعين من دروس، طالعين ال 12 على رجليهم. الولاد ايام امتحانات مش عارفين يذاكروا. بودي ولادي الدروس، السنتر حاطين فيه كمان، مش جايبين كشافات ولا جايبين مولدات، بيعملوا على نور التليفونات، وحاجه اخر قرف وزهق. الواحد فعلا زهق، الواحد فعلا زهق من قطع النور ده. الواحد مش عارف، لا بقى عارف ينزل ولا يروح ولا يجي، ولا عارف الولاد يذاكروا، ولا عارفين روح دروس يعني مش كفايه شتاء وسقعه. وفي ناس كتير كمان النور لما بيقطع معاها بيقطع معاها الميه، وبيقطع كل حاجه بتقطع معاهم. بصوا هنا السلسله بتاع الكنزي، انا كنت قلب عليها الدنيا حرفيا، لقيت القفل بتاعها في الغساله، انتوا واخدين بالكم؟ لقيت القفل في الغساله، وانا بنفرد الغسيل لقيت السلسله بتاعتها، فقلت الحمد لله. كنت زعلانه عليها جدا، وهي بتقلع تقريبا، هي مسكت في اي حاجه، فلقيت القفل. يعني انتوا متخيلين القفل ده اللي انا لقيته ده؟ القفل دوت لقيته لولا ان انا مسحت. طبعا انا لو ما كنتش مسحت الغساله، بس طبعا ربنا ستر، المال الحلال ما بيروحش يا ولاد والله. لولا ان ربنا ستر وقلت امسح الغساله، لان انا مش على طول بمسح الغساله، بس انا قلت كنت جايبه تيدول كده، فقلت ايه هو كده كده المطبخ مش محتاج ان هو يتصبن معايا، بس بحب ان انا اطهره كده ريحه الديتول بقى. بمسح الرخامات بعد ما بخلص. بصوا بوريكم اهي، بصوا السلسله، بصوا السلسله زي ما هي الحمد لله، والقفل بتاعها في ناحيه، فالحمد لله الحمد لله يا رب. بس فانا بحب ان انا امسح كده بالديتول الرخامات كلها، ودلاب المطبخ والبوتاجاز. الديتول ده بيعقم وريحه كمان، انا بحب الروايح. بصوا المطبخ عندي زي الفل اكيد انتوا شايفين، بس بمشي عليه كده بشويه الديتول بتوعي، وبشويه عارفين اللي هي القماشات اللي هي الفايبر دي، بتتباع ب10 جنيه، حلوه قوي. اللي هي السودا كمان، مش اللي هي الصفرة دي، يعني السودا بتخلي كمان الدنيا بتلمع لمع كده. بصوا المطبخ يعني وبشويه ديتول، انا حاطه ديتول وخل الصراحه عشان ما نكدبش على بعض. عايزه تحطي شويه فيري او بريل مواعين او اي حاجه، اوكي مفيش مشكله حطي. بصوا الدنيا معايا زي الفل، هيخلي المطبخ زي الفل. طبعا اللي انتوا شايفينه ده نور المطبخ، والنور طبعا هو اللي ضارب في الدولاب، انما المطبخ عندي 100 فل و14، مش محتاج اي حاجه. ايدي في اول باول كده في مطبخي بيخلي المطبخ معايا 100 فل و14، وما بيخليش الدنيا تتكوم عليا. لما بلاقي الدنيا خلاص باظت معايا او في حاجه عايزه تنضف، اول باول كده بنضفها، واول باول بغسلها. بصوا هنا الدروج كمان، اكيد انتوا شايفين، اكيد شايفين الفرق. وطبعا النور الليد، انا طبعا في الشتاء كمان، وانا بحب النور الليد عموما، انا بحب النور الليد دوت يبقى والع. بس طبعا ايام ما كان النور بيقطع ورايح جاي رايح جاي رايح جاي، الليد ده اتحرق. فان شاء الله ان شاء الله يعني هبقى انا جبت ليد تاني، وان شاء الله هبقى اركبه. ممكن اشارك معاكم وانا بركب الليد كده، اشارك معاكم، او لو ما ركبتوش، ان انا والله العظيم فيها فيديوهات كتير، بس طبعا انتوا اللي مخليني مكسله، وانتوا اللي مخليني مش مشجعين يا جماعه. اقول لكم بكدب عليكم، انتوا مش مشجعين
مشجعيني ان انا اعمل فيديوهات ومش مشجعيني على تنزيل الفيديوهات، لان فعلا من بعد ما القناه اتفعلت وقلت خلاص ربنا هيكرمني انتوا مش بتساعدوني فبتحبطوني، والله العظيم مش بتساعدوني ان انا انزل فيديوهات فانا بحبط، فانا بكسل ولاجل القدر خلاص. انا ليه كمان الفتره اللي فاتت دي كنت مشغوله جدا كده بكذا حاجه يعني، وما كنت خارج البيت وكنت بشتري بقى مشتريات الشتوي، وكنت بلف في الشارع وكنت بتغدى بقى بره، لان فعلا كنت عارفين وكان ايام امتحانات. فالاسبوع اللي فات ده تقريبا كده انا ما كنتش فاضيه خالص، اللي هو كان اخره يوم الجمعه، فكنت مش فاضيه خالص اصلا ان انا اصور فيديوهات. فانا عايزاكم بقى تشجعوني كده، وعايزاكم انتوا لو انتوا شايفين ان انا فيديوهاتي ما بتعجبكوش انتوا ممكن تقولوا لي، شوفوا لو عايزين مثلا اقترحوا عليا فيديوهات ايه انزلها لكم، غير الناس اللي مش محترمه اللي بتخش تقول لي فيديوهات مش عارفه ايه وفيديوهات ايه. يعني ان انا بكلم الناس المحترمه، الناس اللي مش محترمه لو شايفه نفسها ان هي مش محترمه ممكن تنسحب كده وتغور بره القناه وتعمل الغاء اشتراك، عشان في ناس كده انا قافله منهم كتير. فعادي جدا انا مش ما بيفرقش معايا مشاهدات ولا متابعات ولا نيله ولا سواد على دماغكم، فغرف 60 دقيقه بره القناه طبعا قناه محترمه. انتوا شايفيني غير كده ده يرجع لكم انتوا، اهم حاجه انا واثقه بنفسي وعارفه انا ايه. فهنا بقى كنت ضايع كلمتين كده، مش هطول لان انتوا اساسا اخدتوا اكبر من حجمكم، الموضوع معايا انتهى بالنسبه لكم، فخساره ان انا اساسا اشغل دماغي بيكم. بصوا هنا طبعا انا مش عارفه ايه اللي خلاني افتح التلاجة، بس طبعا التلاجة الامن مستتب، التلاجة نظيفه والمطبخ عندي نظيف، وروقت المطبخ وسيقته بقى كده بالديتول، مسحته. ما بحبش ان انا اقلب ميه عليه كتير عشان ما يبص معايا الاجهزه، والاجهزه غاليه جدا اليومين دول، فانت ما تقلبيش ميه، انت ممكن بشويه بريل مواعين بشويه ديتول بشويه فينيك هتصبني دنيتك كده وتنضفي مطبخك وتبقى الدنيا معاكي زي الفل. ويقولوا بقى النضيفه راحت والنضيفه جايه، ماشي. انتوا عارفين انتوا بقى الستات الشطورات النضاف دول. هنا بقى بصوا بقى صينيه المكرونه لما طلعت من الفرن، يا على الجمال والجمدان والحلاوه، بجد ما فيش. تسلم ايدك يا شوشو، لو وصلتي معايا بقى لحد هنا قولي لي بقى تسلم ايدك يا شوشو. و... وده كان الفيديو بتاعي النهارده. وطبعا انا هم مش هيصبروا عليا لغايه المكرونه ما تبرد، هم عايزين المكرونه وهي سخنه كده قطعها. فانت لو عايزاها تطلع معاكي الخرطه بخرطتها سيبيها هتبرد، هتطلع معاكي الخرطه بخرطتها. بس طبعا هم جعانين وهيفضحوني والعموره هتتفرج عليا، فانا سد حنكهم واسدك واملى كرشهم. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ولو عجبك الفيديو بقى تعملي ايه؟ ما تنسيش بقى تعملي لي اشتراك، تعملي لي هو الاشتراك هو السبسكرايب، تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب وتدعي لي بقى دعوة حلوة. وطبعا لو انت لسه بقى مش مشتركة في القناة وحابة تشتركي في القناة تنوريني، وزي ما قلت لكم وجودكم في قناتي ده شرف كبير كبير ليا. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني بقى في فيديوهات تانية كتير هتوحشوني. الى اللقاء.